آه كلمتين مزنوق فيهم ولازم أقولهم، أبعبعهم، أهبهبهم. أول حاجة لازم تفهموا إنه واضح إن السنة دي سنة سودة، مش سودة على مصر، بالعكس مصر لأ، وسودة على العالم كله. أنا بعمل الفيديو ده لسبب واحد فقط، ألا وهو بقول لمصر يا مصر اعملي حسابك. على فكرة دي إرهاصات أو تحليلي للموقف، وقد أكون مخطئ تماما وقد يكون العكس، وتطلع سنة بيضة ومزهرة. اللي أنا شايفه إن البترول هيغلى جدا يا جدعان، البترول هيغلى جدا، وبدعو مصر إنها تستخدم الاحتياطي بتاعها، ولا بأي شكل تشتري بترول على قد ما تقدر وتخزنه في كل حتة، إن شاء الله تخزنه في البيوت. وبدعو مصر إنها تساعد السعودية في اليمن. يعني إيه؟ قوات أرضية؟ لا ولا ولا ولا، لا قوات أرضية، قوات جوية استشارات أي سبب، إنما قوات أرضية على الأرض في اليمن لا. أما بالنسبة للإمارات في اليمن فهي هتخرج لسبب بسيط جدا، إن الإمارات أول بلد هتنضرب. مين ده؟ توفيق عكاشة التاني؟ أنا لا، الحكاية كلها كالآتي: أنا بعتمد على حاجة واحدة فقط ملهاش تاني، ألا وهي إن الفكر الديني هو أوسخ ما أصاب الله به البشرية. وطبعا أستاذهم كله هو الفكر الديني الإسلامي. بص لمصر واللي حصل فيها لما بتوع الدين مسكوا مصر، حاولوا يحكموها إزاي، وعملوا إيه في الشعب، وبهدلوا الدنيا إزاي، ويعني الدنيا كانت عاملة إزاي. ولما سابوها بقى ما بصلهاش على إنه موضوع سياسي ولا غيره وخلص وانتهينا ومصر هي الأبقى، ولا وما وجهوش مثلا سهامهم إلى الراجل مثلا اللي هو السيسي مثلا، اللي هو عمل كده نروح موت السيسي وخلاص. لا، ده هو توجيه سهامهم الرئيسي إلى تدمير البلد. الانتقام هو تدمير البلد، يعني على قولته زي ما بيقول لك: يا نحكمكم يا ندمركم ونموتكم. فهم إذا لم يحكموا ويتحكموا إذا فلتذهب البلد إلى الجحيم. نفس هذا الفكر، بس الصيغة التانية بقى منه اللي هي أسوأ تشددا. على فكرة مش معناها أنهم متدينين، أنا بتكلم على اللي بيلتحفوا بالدين، ألا هو فكر الشيعي. ده أسوأ. نفس الحكاية اللي حاصل في إيران اوريدي خلاص انتهى، هينتهي واحدة من اتنين: يا الانتفاضة تتغلب ويسقط الحكم الديني، وفي الحالة دي برضه مش هتهدى. هل هتهدى؟ لا. يعني اللي هم بتوع الحكم الديني بقى، نفس اللي حكم في مصر، هيبتدوا يخربوا في إيران، ويضربوا في حقول البترول كلها اللي موجودة في البتاع، ويضربوا في السفن ويعملوا، وهتحصل مشكلة كبيرة جدا في السبلاي، في امدادات البترول. وزي ما قلت، قيس كده من العراق يعني هيبقى عندها شوية توصل أنابيب لتركيا من فوق. قيس بقى وانت داخل كده من العراق للإمارات للكويت المفروض امشي بالترتيب: العراق، الكويت، الإمارات، وبعدين قطر والبحرين والسعودية، والجماعة دول كلهم هيبقوا في حيصة بيص، مش هيعرفوا يتصرفوا في البترول بتاعهم. والمشكلة الكبيرة ان انت عارف كويس قوي ان حقل البترول المنتج بيبقى صعب ايقافه. يعني ما تنساش في يوم من الايام ان البترول كان بيتباع ببلاش وتاخد عليه فلوس. ليه؟ لانه لازم ينتج، صعب ايقافه. فمش عارف، الله يكون في عونهم، هيعملوا ايه مش عارف. طبعا نقل بري بقى عن طريق السعودية، ويعدوا ويوصلوا نص البحر المتوسط والكلام ده اللي احنا قلنا عليه. فهيحصل فيه سبلاي بقى، سعر البترول هيرتفع 100%.
وقلت هنا في الفيديو اللي قبل كده في رأيي ان طبعا روسيا هتستفيد من الحكاية دي، لان بترول الشرق الاوسط كله تقريبا هيبقى قرب الصفر. فالبترول مش عارف امتى، يعني انا ما عنديش تفكير، او ما عنديش معلومة عن امتى المفاعل النووي هيبدأ في الانتاج، لان ده بصراحة حل كبير جدا جدا للي احنا فيه. مصر عملت اتفاقية مع قطر مع غيره في الغاز، في المش عارف ايه الكلام ده. مصر للأسف امداداتها بتعتمد على امدادات قطر والسعودية والدول ديت في بتاع، والدول دي هتبقى يعني لا حول لها ولا قوة في الامداد، في رأيي اللي أرجو أن يكون خاطئا. لازم بقدر الإمكان يقضى على الحوثيين في اليمن، وتتحاول تتأمن مدخل البحر الأحمر يتأمن، لأن ده بيعتبر منفذ، هو منفذ ملوش لازمة على فكرة، يعني كلام فاضي يعني. ليه؟ لأن البترول أغلبه في الشرق، في السعودية أغلبه في الشرق، على المحيط، على الخليج الفارسي. وبقول الفارسي لأن العالم كله بيقول على الفارسي، ومفيش داعي إن احنا ندنا نتمسك ونقول العربي عربي، عربي فارسي يتحرق بجاز ما تفرقش، احنا يهمنا فالبترول والبترول هيغلى مش هيرخص زي ما ناس كتيرة جدا فاكرين. موضوع فنزويلا واللي حصل والكلام ده، انا قلت طبعا ان ده مجرد ان هو تأمين للسبلاي بتاع امريكا عشان ما تترطبش. فايران يا تنجح الانتفاضة، وبالتالي برضه الحكم الديني او الناس المؤيدين للحكم الديني هيبتدوا يعملوا العمليات بتاعتهم، ما فعله الاخوان في مصر هيبتدوا يفعلوا التانيين فيهم، يا اما تنضرب، وده في الغالب اللي هيحصل. وفي هذه الحالة منطقة الخليج كلها هتبقى شعلة نار بالصواريخ وبالسفن الزوارق المفخخة والكلام ده كله. فالبترول الله معك. حبيت اقول البقين دول، ارجو ان انا اكون مخطئ.